كتبت لي تعليق بتتريق يعني. هي غير مسلمة، بتقولي كلمينا عن حلاوة الإسلام وعن أخلاق رسول الله أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي يا حبيبتي، تعالي أحكي لك بقى حلاوة الإسلام. مبدئيا كده ربنا يهديكي، لأن الهداية من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش هعمل أي حاجة غير إن أنا فعلا هحكي لك عن حلاوة الإسلام، ولو قعدت عملت آلاف الحلقات عن حلاوة الإسلام وعن أخلاق رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مش هخلص، يعني حلقات بلا عدد. مبدئيا كده الإسلام مفهوش وسايط، مفيش واسطة ما بيني وما بين ربنا. مني ليه على طول، مني ليه. أفرش سجادتي واسجد، مني ليه على طول. حاطة دماغي كده، عارفة ان هو سامعني وشايفني وحاسس بيا وحاسس بمشاكلي وبيحلها لي. يمكن بيخليني بس اقول يا رب، تقفل شوية عشان اقول له يا رب انا مش عارفة اتصرف. هو عايز يسمعني، عايز يسمعني انا، مش يسمع حد عني، يسمعني انا. دي من حلاوة الاسلام. وتعالي اقول لك بقى تجربة، يعني انا بحكيها وتقدروا تسألوا فيها، وانا ما عنديش مشكلة خالص في ان انا اقول الاسامي في الفيديو ده. من فترة كده ظروفي ما كانتش احسن حاجة، لدرجة ان انا جه عليا وقت ما كانش فيه 10 جنيه في جيبي. بيتي كده مفيهوش 10 جنيه، ونايمة في السرير مش عارفة بكرة هعمل ايه، يعني اللي هو بكرة ده انا مش عارفة اعمل ايه يا رب. ونايمة في السرير بقول كده يا رب انا مش عارفة اتصرف، انا مش عارفة اتصرف، انا خلاص واقفة معايا مش عارفة اعمل ايه. في نفس اللحظة تجيلي رسالة على الانستجرام من بلوجر مشهورة اسمها دنيا دوكا، وممكن تعملوا سيرش وتروحوا تسألوها على الموقف ده، وانا ما عنديش مشكلة ان حد يروح يسألها. انا في الفترة دي كنت بعمل اعلانات على الانستجرام وعلى الفيسبوك، مع ان انا اكاونتي كان اهبل، ده كان يعني 10,000 متابع، مش واو يعني، مش اعلانات. وكنت بعمل اعلانات مجانا مقابل الجفت، يعني يجيلي الجفت واعمل بيه الاعلان. فلقيت رسالة من دنيا دوكا على الانستجرام بتقولي عايزاكي في شغل. فانا بصت للاكاونت، انا متابعاها لكن هي ما تعرفنيش، انا اكاونتي 10,000 اللي هو قد كده. ابص للرساله واقول هو ده بجد ولا فيك، هو ده اكاونت فيك ولا هي بجد ولا. فرحت بعت لها كده حرفيا، لان في نفس اللحظه اللي انا كلمت فيها ربنا سبحانه وتعالى رد عليا برساله. ربنا رد عليا، ربنا قال لي انا معاكي. لقيت دنيا دوكا انا قلت لها هو انت اكاونت فيك ولا ده بجد؟ راحت بعتالي فويس وصوت دنيا دوكا معروف، يعني اللي بيتابع فيديوهاتها عارف طريقه دنيا او صوتها عامل ازاي. فقالت لي لا انا مش فيك، انا بجد، بعتيلي رقمك عشان اكلمك. ما بقتش مصدقه. ربنا رد عليا في نفس، انا بتصرف اهو، انا بحللك مشاكلك اهو، في نفس الثانيه اللي انا كنت بقول يا رب انا مش عارفه اعمل ايه، حلها من عندك. حلها. اعلان ب 3000 جنيه، وانا كنت ما بشتغلش اعلانات بفلوس اصلا، كنت بشتغل اعلانات مجانا. عربون 1500 وانا ما فيش في جيبي 10 جنيه. ربنا حلها. شفتي قوة الإيمان في الإسلام، إن منك لربنا، وإن ربنا سمعك، وإنك مرتاحة إن انتي ما بتشركيش بيه حد. هو واحد واحد واقف في ظهري كتير وحللي مشاكل كتير قوي قوي، فرجها عليا من واسع فضله، وفقني في حياتي. وفي الحلقات الجاية هحكي لكم ربنا سبحانه وتعالى واقف معايا في قد ايه، وقد ايه لما ببقى انا واثقه في ربنا هيعمل كده، هيحصل، بيحصل، عشان واثقه في ربنا الواحد الاحد، واحد لا شريك له، ملوش شركة وملوش وسايط، محدش وسيط ما بيني وما بينه. مني ليه على طول. مفيش سلمة لازم اطلعها عشان صلاتي توصل، لا، انا صلاتي واصلة على طول، كلامي واصل على طول، وهو شايفني وسامعني وساندني.
حلاوة الإسلام. تعالي أقولك حلاوة الإسلام كمان. الإسلام أي عمل قد كده اهو، قد كده اهو، بتاخدي عليه ثواب قد كده اهو. عارفة أبسط حاجة؟ ابتسامة، صدقة، شفتي؟ تتحسب لك في ميزانك. كلمة طيبة طبطبتي بيها على حد تحسب لك في ميزانك. الدعوة ملايكة بترد عليك تقول لك ولكن المثل. على طول على طول. حلاوة الإسلام. عايز تعرفي حلاوة ده كتير كتير قوي. لو شلتي طوبة من الشارع كده حطيتيها على جنب عشان ممكن تأذي حد أو توقع حد أو تعمل مشكلة في عربية، خدتي ثواب. شفتي حلاوة الإسلام؟ ربنا مستنيكي تغلطي عشان تيجي تقولي أنا غلطت يا رب اغفر لي عشان يغفر لك. بصي سبحان الله، حلاوة الإسلام. ربنا مستنينا نغلط عشان يغفر لنا، عشان نستغفر ويغفر لنا، ونغلط ونستغفر ويغفر لنا، وهكذا. هو خلقنا عشان كده، عشان نعبده واحد لا شريك له. أخلاق رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هين لين، كان أخلاقه قرآن يمشي على الأرض. اللي ربنا أمره بيه عمله، واللي نهاه عنه انتهى. ما قالش أنا ربكم، ما قالش إن هو إله، قال أنا رسول الله جاي أوصل رسالة. ما قالش إنه شريك ربنا، رسول الله جاي برسالة. رسالة خدتيها ما خدتيهاش انتي الخسرانة. وكان بيزعل قوي إن نفس فلتت منه إلى النار. لما جه يهودي، كانت جنازة يهودي معدية وأنا ذكرتها في فيديو قبل كده، بكى وقال نفس أفلتت للنار. أهل الطائف لما كانوا بيأذوه وبيضربوه، نازل ملك كان هيطربق الجبلين عليهم، جبلين كده عليهم مش هيبان لهم، رفض. قالك يمكن يجي من ذريتهم اللي يعبد الله بدون شرك، لا يشرك به شيئا. الله، مش هيعبدوني أنا، الله. دي أخلاق الرسول. أخلاق الرسول اللي كانت بيخدم نفسه وبيخدم الناس، وكان بسيط ومتواضع، كان قلبه مفيش زيه، كان بيعطف حتى على الحيوانات. انتوا اللي فاهمين غلط، وانتوا اللي بتجيلكوا الصورة غلط. دوري واعرفي، دوري واعرفي. انتوا اللي عندكوا صورة غلط. في ناس بتنقل صورة مش بتاعته. هقولك ابسط حاجة، انا معرفكيش صح؟ معرفكيش، فجيت اسأل عليكي فلانة دي، فواحدة بتكرهك بتحبكيش، قلت لي دي فيها وفيها 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 وفيها، قمت انا مصدقة وانتي مفكيش كل الصفات دي. هل ده صح؟ ولا المفروض ان انا اسأل حد تاني يعرفك كويس وبيحبك، اعرف عنه انتي ايه، انتي مين؟ حد يكون بيحبك ما بيكرهكيش. اصل اللي بيكرهك هيقول عليكي كل الحاجات الوحشة، طبيعي. محدش يعني مش معقولة حد بيكرهك هيقول عليكي كلمة حلوة، اكيد هيقول عليكي الوحش. فناخد الكلام من مين؟ من اللي يعرفك بجد، من اللي ملوش مصلحة ان انت تطلعي حلوة ولا وحشة، هو بيقول الحقيقة وبس، بيقول الحقيقة. اعرفي، اقري. ولو هنتكلم على اخلاق الاسلام ورسول الاسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هناخد حلقات كتيرة قوي، وان شاء الله هعمل حلقات الموضوع ده كتير قوي. اعذروني، يمكن انا اللغة العربية بتاعتي مش يعني مش قوية قوي، ولكن حابة ان انا اوصل المعلومة بطريقة بسيطة، اللي عايز يسمعها. ودي من واقع تجربتي انا، مش كتب ولا كلام كتب ولا كلام انشا، دي من واقع تجربتي انا. اللهم هدينا في من هديت. ربنا يكتب لنا الهداية ويكتب لنا الثبات.